بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم صحابي وحبايبي في كل مكان. فيديو من علم الإطارات. إن شاء الله فيديو النهارده هنتكلم عن أنواع الإطارات منخفضة السعر، وهنعرف إيه أعلى حاجة في المنخفض، أعلى حاجة في اللي منخفضة السعر، وهنعرف إيه الأنواع اللي بعديها. إن شاء الله في البداية بتمنى اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، إن شاء الله تعملوا بلايك وتعملوا شير للفيديوهات. طبعا يا حبايبي احنا هنتكلم النهارده عن انواع الاطارات منخفضه السعر، وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنتكلم عنها على سبيل المثال لا الحصر، لان كل يوم زي ما قلنا بينزل انواع جديده. النهارده هنبتدي بالانواع منخفضه السعر بالنوع الاندونيسي، الجي تي الاندونيسي، في جي تي اندونيسي، في اكيليس اندونيسي، في اكليريس اندونيسي. تمام؟ اي نوع اندونيسي يعتبر الفئة الأولى في منخفضة السعر. تمام؟ وفي أنواع تايلاندي، كما احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الماكسس التايلاندي، وإن في ميشلان تايلاندي، وإن في برجستون تايلاندي. تمام؟ إنما الأنواع التايلاندي المنخفضة السعر زي حاجة اسمها لينج لونج. تمام؟ لينج لونج اللي كان أساسه صيني، طبعا فتحوا مصنع في تايلاند وبالتالي عملوها ميد ان تايلاند، بس اساس اللي احنا شفناه اول مره شفنا اللينج لونج شفناه صيني، وبينزل في العربيات الميكروباص الصيني. اول ما تنزل كان بينزل بيها اللينج لونج الصيني. تمام؟ في حاجه اسمها الكومهو الفيتنامي. كومهو زي الكومهو الكوري، لا ده كومهو فيتنامي، اقل جدا في السعر، يفرق كتير عن الكومهو الكوري. تمام؟ احنا النهارده هنتكلم عن منخفضة السعر، وبرضه عشان الناس تقول لي في انواع كتير، انا عارف ان في انواع كتير، انا بكلمك عن الانواع اللي مرت قدامي وانا اشتغلت فيها، مش بعتها، اشتغلت فيها بايدي، صلحتها. تمام؟ يعني مرت عليا كتير، اكتر من زبون 2 و3 و10 و20 و50 و100. فالانواع دي انا بكلمك من خلال تجربتي معاها. تمام؟ قلنا الجي تي الاندونيسي، الانواع الاندونيسي طبعا بتيجي في المرتبه الاولى في منخفضه السعر، هي والتايلاندي، لان في تايلاندي كتير كويس جدا في منخفضه السعر. في زي ما قلت اللينج لونج، في الويستليك. ويستليك كنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، بس ما قلنا دي هنتكلم عليها باستفاضه فين؟ في منخفض السعر. الويستليك فرده كويسه جدا برضو وسعرها قليل. تمام؟ وفي الليو، فرده اسمها ليو، برضو محترمه جدا 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 من نوع تايلاندي. تمام؟ دي الانواع اللي منخفضه السعر، الانواع الفيتنامي والتايلاندي دول، والاندونيسي. تمام؟ زي ما قلنا الجي تي الاندونيسي فرده كويسه جدا. الحاجات ديت اندونيسي، فيتنامي، تايلاندي، زي ما ذكرنا بالانواع. بيجي بعديهم الصيني، الانواع الصيني. في نوع نازل جديد اسمه الشيات الهندي، برضو فرده انا لسه ما اشتغلتش فيها، بس في ناس كتير شكرت فيها. احنا شفناها في الموتوسيكلات وفي عجل النقل التقيل كفرده تقيل كويسه جدا، بس في السلك انا لسه ما شفتهاش بصراحه، انا ما شفتهاش، لان في احد المتابعين سالني عليها، فانا قلت له انا ما شفتهاش، انا اعرفها في الموتوسيكل وفي التوك توك وفي عجل النقل، انما في السلك الكاوتش السلك ما شفتهاش لسه. فانا عشان خاطر اوصل لك معلومه صح، انا بكلمك على الانواع اللي انا شفتها واشتغلت فيها بايدي. فالانواع الفيتنامي، الاندونيسي، التايلاندي اللي احنا اتكلمنا عنها، الليو والفالكن والاطلس، دول انواع كويسه جدا جدا جدا. تايلاندي محترمه جدا، والجي تي الاندونيسي محترمه جدا 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 وسعرها منخفض. دي الانواع اللي سعرها منخفض. نيجي على الانواع الصيني. اللينج لونج اللي قلنا عليها تايلاندي، في منها انواع صيني. في حاجه اسمها ترينجل، في حاجه اسمها دبل كوين. تمام؟ دبل كوين. تمام؟ الحاجات ديت انواع صيني. طبعا انواع الصيني كتيره خالص، برضو موجوده في السوق انواع كتيره، بس طبعا كل منطقه بيبقى فيها مستورد او فيها وكيل هو اللي بينشر النوع في المكان اللي هو فيه او في المحافظه اللي هو فيها.
فانا ممكن يكون في انواع ما جاتش عندنا المحافظه بتاعتنا او في المنطقه اللي انا فيها ما جاتش فيها التوكيل ده. تمام؟ فانا بكلمك في انواع انا شفتها بعيني اشتغلت فيها بايديا، فبالتالي انا بديك معلومه مفيده ان شاء الله. فزي ما قلنا الانواع الصيني اللينج لونج، الرنجل ده رسمتها 3 مثلثات فوق بعض كده، ترنجل وفي الدبل كويل، دول يعتبروا اشهر انواع الصيني اللي موجودين، اشهر انواع الصيني الموجودين. تمام؟ فالانواع دي الانواع منخفضه السعر، بدايه من الاندونيسي والفيتنامي والتايلاندي اللي قلنا عليهم. طبعا الحاجات دي برضو في منها انواع اعلى في السعر، يعني التايلاندي في منه ماكسس اعلى من منخفضه في السعر. يعني الفرق بين الليو والماكسس مثلا، هم الاثنين تايلاندي، او الماكسس والويست ليك الاثنين تايلاندي، ممكن يبقى الفرق بينهم زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات مش كبير برضو في الفلوس، ممكن يبقى فرق 200 300 جنيه. في ناس تقول لك لا يا عم مش مشكله 200 300 جنيه بس اجيب حاجه كويسه، والاثنين كويسين بس الكفاءه طبعا تبقى اعلى. يعني انا مش هجيب فرده مثلا ب 1000 جنيه زي فرده ب 700 جنيه، اكيد 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 في فرق. ممكن يكون فرق زي ما قلت في ديت المعموله في المنطقه ديت الايدي العامله فيها متوفره، فبالتالي تكلفتها اقل لان بدي العامل فلوس اقل. انما اكيد برضه بيبقى في فرق في الكفاءه. تمام؟ بس الفرق طبعا مش بيبقى كبير، يعني بين الانواع وبعضيها فرق مش كبير. بس انا حبيت اوضح لكم ان في انواع منخفضه وفي انواع متوسطه، طبعا احنا كلنا عارفين حاجه زي كده، بس انا حبيت اوضح لحضراتكم الانواع متوسطه السعر والانواع منخفضه السعر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، واتمنى تكون ان شاء الله المعلومه وصلت بسهوله، ويكون ان شاء الله تستفيدوا منها. وبتمنى ان شاء الله ما اشتركش معايا في القناه اشتركوا وفعل زر الجرس، ان شاء الله دعموني بلايك وتعملوا شير للفيديوهات. مستني منكم اللايك الجميل والتعليق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.